ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده طبق القرنبيط الحلو جدا ده، هيعجبكم باذن الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان يوصل لاكبر عدد ممكن. ويلا بينا نخش على المقادير والتتبيله الحلوه بتاعتنا اللي خلت القرنبيط بتاعنا مقرمش وكريسبي ومتحمر بالطريقه الحلوه دي ومستوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض النهارده القرنبيط المقلي القرنبيط المقلي الكريسبي المقرمش الحلو جدا جدا. فاحنا بقى طبعا الصبح بدري يعني فاعذروني معلش. جبت قرنبيطه حلوه اهي في حدود 15 جنيه تقريبا ما شاء الله. فطبعا انا مش هعملها كلها، هقسمها. ف طبعا انا حاطه ميه على النار تغلي علشان نسلقها فيها. هتبداي كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هتشيلي الحته دي، تمام. طبعا انا اصلا خليت الراجل شلي برضو حته منها علشان كانت تقيله جدا وكبيره. احنا طبعا القرنبيط غالي اليومين دول، هتحاولي تقطعي الحاجات دي كده. والقرنبيط مفيد جدا جدا، تمام. اهي ما شاء الله بتتقطع معانا. هنعمل له تتبيله حلوه قوي هتعجبكم، تمام. لما تيجي تقطعيه قطعيه من هنا، من الحته من تحت كده علشان تطلع معاكي الورده ورديه كده. ما تكبريش اكتر من كده. يعني هقولك اهو، لو انتي قطعتي كده تمام اهي، والحته دي طلعت معاكي طبعا دي كبيره، تعالي من الفتحه اللي تحت اهي واعمليها كده. ممكن تقسمي دي كمان لو انت حابه تقسميها، لو حابه تستوي اكتر بتقسميها كده وبتبقى حلوه جدا برضو، مش بتبقى وحشه اهي. هنروح بقى على النار، عندنا ميه بتغلي، خلص تقطيعها ونروح على النار مع بعض. عندنا بقى يا بنات الميه على النار بتغلي اهي. هننزل فيها بمعلقه ملح كبيره علشان تضيعي الغازات اللي في القرنبيط. هتنزلي بمعلقه كمون وبمعلقه خل، تمام. دي كل الحاجات اللي هنحطها في ميه السلق. بس كده هننزل بالقرنبيط بتاعنا بقى وهنسيبه من دقيقتين لتلاتة تبع ما انت بتحبي القرمشه بتاعته. اهو قطعناه، تمام. هننزل بيه بقى كده في الميه اللي بتغلي دي لحد ما تسويه درجه السوى اللي انت بتحبيها. ممكن بعد المرحله دي تعملي له تتبيله وتاكليه عادي من غير ما تقليه، تمام. فانا هنزل بالكميه بتاعتي كده وهسيبها تتسلق وهوريها لكم لما تطلع. تعالوا بقى يا بنات نشوف مع بعض. طبعا احنا بنسلق القرنبيط، نشوف مع بعض التتبيله بتاعتنا. التتبيله بتاعتنا عندنا نص كوبايه لبن او لبن رايب او زبادي اللي موجود عندك زي ما موجود، تمام. عندنا بيضتين، دول الحاجه الاساسيه، ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا، تمام. بس هقول لكم التتبيله اللي انا هعملها في الكبه الاول، وهي اضافه من عندي وبتخلي طعم القرنبيط خطير، بتبقى حلوه جدا. هفرم في الكبه قرن فلفل اخضر، جزره، عود كزبره، على بقدونس، على شبت، على فصين توم، تمام. دول كل اللي هفرمهم في الكبه الاول وهرجع لكم. هنبدا بقى يا بنات، فرمتهم اهو في الكبه زي ما انتم شايفين قدامنا كده، تمام. هنبدا بقى في التتبيله بتاعتنا، ودي اضاءه لو موجود بيبقى حلو جدا. دول معلقتين لبن، معلقتين دقيق ذره، دقيق ذره من الاصفر ده عادي اهو. معلقتين كبار مليانين هرميين، تمام. معلقتين نشا، النشا بتخليه مقرمش وكريسبي وحلو وهش جدا. بيضتين، معلقتين طبعا دقيق، معلقتين دقيق اهو من العادي، تمام. هنحط الاول فلفل اسود على البيض علشان قبل ما نضرب كده، وبعد كده هنحط توابلنا مع بعض. هخلط دول كويس جدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
لو تلاقيتي الحاجات دي كتير او عايزه تزودي لبن زودي سنه بسنه، يعني ما تخليهاش عجينه تخينه قوي، خليها عجينه سايله. تمام. هي عايزه شويه لبن، هحط لها شويه كمان صغيرين. حطيت لها شويه لبن كده حوالي ربع كوبايه. هنبدا بقى نحط التوابل بتاعتنا، اي توابل بقى انت عايزاها حطيها. معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره بهارات فراخ او بهارات مشكله، بس بهارات الفراخ بتدي طعم حلو. معلقه صغيره بابريكا او السبع بهارات. تمام. معلقه كاتشب او صويا صوص، معلقه عسل اسود لو موجود او سكر. والتتبيله بتاعتي دي خطيره جدا، هتشوفوا الوقت ان شاء الله هيطلع مقرمش وكريسبي. حط معلقه العسل الاسود لسه، هقلب كده. ولو حسيت ان هي برضو محتاجه، بس هي حلوه كده علشان تشيل من التتبيله بتاعتي. تمام. وما تقعش منها. خلاص كده التتبيله. هنشوف القرنبيط بقى هنطلعه. حطيت معلقه عسل اسود يا بنات اهو، وحطيت ربع معلقه صغيره خل، ربع معلقه صغيره خالص. وما تزوديش علشان التتبيله تشيل من بعضها. تمام كده اهو يا بنات. طلعت القرنبيط عندي، واول ما طلعته من الميه السخنه اديته صدمه تحت الميه الساقعه. شايفين ما شاء الله استوى حلو اهو، يعني هياخد تحميره بس في الزيت. هحطه كده في التتبيله وهسيبه يتشرب منها كويس جدا، او يشيل منها يعني. وعندي زيت على النار حامي، هطلع كده في طبق علشان نروح على الزيت. احاول اخلي التتبيله تتخلل كل القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم اوله واخره اهو. زي ما قلت لكم عندنا زيت غزير حامي، هنحط فيه القرنبيط ونسيبه لحد ما يتحمر ونقلبه على الوش التاني. طبعا يا بنات القرنبيط اهو في الزيت زي ما انتم شايفين بيتحمر. اول ما هياخد وش هقلبه على الجنب التاني على طول، بس هو لسه طبعا، فما تستعجليش عليه، لا لسه. تبع درجة اللون اللي انت بتحبيها. انا بحبه غامق عن كده شوية فهسيبه شوية. تمام. وباقي التتبيله دي طبعا ما بتترميش، طبعا احنا لسه عندنا قرنبيط، فانا هغلفه بستريتش فويل وهعينه في التلاجة. لو هتعمليه دلوقتي او قريب يعني ممكن تسلقيه وتحطيه في طبق فويل برضو وتغلفيه وتحطيه في التلاجة من تحت. انما تاني هغلفه برضو واحطه في التلاجة من تحت اللي هو لسه ني، وهسلقه وقت ما انا بعمله. تمام. التتبيله دي بقى ما بتترميش، التتبيله دي بتتحط في علبه وبتتحط في الفريزر، ما بتتحطش في التلاجة علشان فيها بيض وكده. بتحطها في الفريزر، اول ما بتيجي تعملي بتطلعيها تاني. كده وهي بنات القرنبيط طلع معانا. طبعا حمرت جنبه حتتين فلفل وحبتين بطاطس كده. شايفين ما شاء الله مقرمش وحلو جدا. عندي طبق بقى اللي هنقدمه فيه، هنبدأ نرصه فيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيله ما انا ما حطيتش فيها بيكنج باودر، ممكن تحطي فيها بيكنج باودر وبيبقى حلو جدا جدا يعني كمان. تمام. قرنين فلفل كده لزوم التقديم وبطاطس. تمام. شايفين القرنبيط حلو جدا، ان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. جربوا التتبيله دي وحلوه قوي. ده كان القرنبيط بتاعنا للنهارده، جربوه بالتتبيله دي هيعجبكم. رشه بقدونس كده. شايفين الطبق بتاعنا النهارده اهو بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. يلا جربوه بقى وقولوا لي رايكم، ومستنيه رايكم برضو في التعليقات. شايفين طبق القرنبيط بتاعنا بيتكلم عن نفسه.
تمام. اعملوا لايك للفيديو وشير، ومستنيه تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.